عسلامة ومرحبا بكم معنا في شبابك الجنة. اليوم إن شاء الله بنشوفوا مع بعضنا كيفاش نصبروا الطماطم. توا ما شاء الله الطماطم موجودة ومش غالية برشا، نجموا ناخذوا كمية ونصبروها ونستغنيوا كليا على شريان حكة طماطم أكل مصبرة اللي بكلها مواد حافظة وما هيش صحية. لكن قبل ما نشوفوا الطريقة والمكونات ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة كان مشتركتوش وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل فيديو نعملوا جديد. وتوا يلا نبداو. اول خطوه نبداو بسم الله. لاني خذيت كميه متاع طماطم بطبيعه الحال غسلتها مليح، وبعد خذيت كسكاس كبير ونشق الكعبه في اثنين ونرمي في الكسكاس. نحيو لها كان فما هكا بلاصه ولا حاجه نجمو نحيوها ونشقوها في اثنين ونرميوها. حتى الخاتم هذاك نتاع الطماطم نقولوا احنا مش لازم نحيوه ميسالش. الكسكاس نعبيوه بكميه كبيره، نعبيوه على الاخر خاطر بعد توك يفور يخف شويه ويهبط لوطه. لهني ما شاء الله عبيت الكسكاس نتاعي الكبير وحطيت الطنجره، حطيت فيها تقريبا لترتين ماء خاطر كبيره، ونعصر فيها عصره قارص ونرمي فيها لقشه القارص هذيك باش القدره ما تكحالش. بعد يلزمنا نغطيوها طماطم ما نخليوهاش عريانه، يلزمها تفور مليح مليح باش السخانه ترجع عليها وتفور الكل كيف كيف. تقعد تقريبا ساعه ولا اكثر من ساعه وهي تفور. هنا نشوفوها احنا كيف نشوفوها ذبلت لوطه وكيف نشوفوها ولا تطريه راهي معناتها طابت. نطفيو عليها ونخليو الكسكاس مايل. شوفوا كيفاش نخليوه مايل على جنب حتى لين يقطر الماء نتاعو الكل. باهي توا الكمية هذه يعني عملتها قبل بنهار، وبعد ما قطرت في الكسكاس فرغتها في كسكاس صغير وبيتها في الفريجيدير. شوفوا زادت هبطت برشا ماء، معناها قد ما تخليوه تقطر قد ما هو باقي يهبط منها الماء. علاش ما ضبينا نقصوا من الماء؟ باش حتى كيف نرحيوها تجينا كمية اقل يعني ما نستهلكوش برشا دبابس. توا حطيت باش نرحيها، ترحيو باي رحاية عندكم. لهني ذكرت حكاية صارت لي قبل، مشيت في رحلة ومشينا واحد عنده كل مزرعة. سألنا قال لنا قداش زعما حسب رايكم حكة طماطم بكيلو قداش يحطوا فيها طماطم؟ والإجابات كانت مختلفة، واحد يقولوا كيلو طماطم، واحد يقولوا 2 كيلو طماطم، واحد يقولوا أكثر. حسيلو كل واحد هو الجواب متاعو. قال لنا لا، راهو حكة طماطم تاع بكيلو يحطوا فيها ما تفوتش حتى 4-5 كعبات طماطم، والاخر كله ملونات وجيلاتين. قال راهو بكله جيلاتين هذاك، معناها هذاك علاش ماذا بينا نقصوا أكثر ما يمكن من استعمال حكة طماطم المصبرة. باهي تو بعد ما رحيت الطماطم حطيتهم في طاجين واحد اخر وحطيتهم يغليو. نحب الطماطم بعد قبل ما نخبيها في الحكوك لازم تكون تغلي. ديما نقعد نحرك، ردوا بالكم يعني باش ما تتحرقش ولا حاجه خاطر هي خاثره. نقعد ديما نحرك فيها حتى لين تغلي. كيف نشوفوها غليت ولا تتبقبق وقتها نهبطوها وناخذ الحكوك متاعي بعد ما غسلتهم وحطيتهم في الشمس ونضيفين. نعبيو بالحكة وهي طماطم سخونة، يلزم الطماطم تكون سخونة تغلي. نعبيو الدبابس متاعنا ونقلبوهم باش نتأكد اللي هما يعني خرج الهواء متاعهم الكل، ونخليهم ليلة كاملة وهما كيكا مقلوبين ويبردوا في عقلهم. بعد ما يبردوا نجموا نحتفظوا بهم في الفريجيدير ولا البرة كي يبداو مسكرين بالباهي، تنجموا تخليهم حتى من غير الفريجيدير وما شاء الله يقعدوا مدة طويلة لبسنا عليهم. لهنا حبيت نقول لكم إفادة. التسكير متاعهم راهو يبدأ محكم على الآخر. كيف تجوا تحلوهم يبدأ صعيب شوية، حلانهم ما يحبوش يتحلوا. انتم تاخذوا مغرفة صغيرة وتهزوا الغطاء شوية يدخل الهواء، وقتها تتحل. شوفوا ما شاء الله طماطم كيف اني خاطرة تعمل الكيف وبنينة ما شاء الله. راو في التطيب تحمر وتفوح ما شاء الله، بنينة على الاخر. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، ان شاء الله تعملوها وتنجحوا فيها. نستنى تفاعلاتكم وجماتكم وكومنتاراتكم. ما تنسوش تبارتاجيو الفيديو مع اصحابكم واحبابكم باش تعمل فايدة. الى اللقاء في وصفة اخرى.